لي سلاح، قالوا لي الطلبة دخلوا يخروا. معناها كانت امرأة كبيرة وين يتذكروا مليون. الطلبة فيكم. يا اخي تعبوا تمشي حولنا ليه الساعة. لكن عبوا نمشي حولنا ليه الساعة. لكن عبوا نمشي نبقوا نخفوا ولا ليه. ليه؟ هاي شركوا عندكم يا طلبة. هذه السياسة جديدة. الناس اللي تتخرج بنقول الشعب ونبص لو فعلنا قضية بالسياسية كده يقولوا برشا. هذه السياسة جديدة. تمشيتها حركة النهضة. تمشيتها حركة العمالة في موسى تقصر. وقت تقرأ تفاصيل وتنجح. يبدأ عندك كريدية قبل 45. استعملت وزارة التعليم الخيري. يخلي لنا روسي. ايش عملت وزارة التعليم الخيري؟ دراسة تقرا عميق وتشوف عليك. ايش معنى لك لماذا؟ معناها كي تخرج برا يبقى ما عندكش شهادة تمشي فيه باش تمشي لوزارة التسجيل او البروفيس تقول مخطبوني. وزادة ما تدخلش الدكتور تاعك فاكر عاملين باش تعرف تقرا. خاطر تكوني بطال ثم دفوا يزيدونك تاع الأقدمية. معناتها هذا تعدي 3 سنين وعاملين بطال وبعد تشرشر أخذ. ايش تعمل في البيت؟ تعدي 3 سنين وبعد تدير اشرب تقرا عامل. بعد العميل اللي شو تعمل؟ تعاوز سطونو السخن. هاك بعد ما فورمة فيك كل يوم بغير فيسبوك. خلي فرح. تعاوزوا فيها فوق. ويجيكم دوت رجيلي. معناها بالعربي. مش يتعرفوا تعملوا من الموارد وبعد تخرجوا سوق الشغل وتقولهم خذبوني وش يقولون لك يا مش عارف المتريز أولى مني ولو سماعة اللي خرج بسماعة كمان زين أقدم منكم أنت كيف تخرج معناه وقت السماعة 2015 وقت ايش تتخرج بعد الكوب دومون تاع البريزيل خاطر الشباب الكل شايفين الكوب دومون بالذات تاع البريزيل 2014 اللي باش يتنظم في مرة كاملة حسب الكوب دومون اللي حتى ثقافة الكروية ماهيش خير. التيرات تاعنا بط على روسي. معناها يا طلبة يا مثقفين في قرآنكم راهي الكرة سيول الشعوب. مش معناها سيول الشعوب. معناها راهي مخدر الشعوب. الجارح متعدي في القاوي ودار ضرب غنيته عفوا هاي ولد الحاج مع صاحب الاجتماعات. متعدى وشوف الطلبة عشان يحكي تأجيل مباراة النادي الرياضي السياسي ومباراة الرياضي الكوري. يا شوف بعدها حاج المسجد ونصف عبد الناصر قدموا رئاسات جمعيات يتركوا في الأرض وتجي وزارة الداخلية اللي هي عاجزة من أجهزة الدولة في عاجزة توفر الأمن والحماية للطلبة ضغط الفوائد يجي يطالع في الاتحاد الرياضي وشو يقول لك؟ والله خطنا 10 شهور جاي تعرفوا في الأرض أما نخافوش على الطلبة يروحوا من النادي كبرات والله خفنا نحن على شو اسمه الروش تاع الفاتح فخر الدين بن يوسف جاي تضرب لنا 60 راس على الأرض وخفنا على كلوب أفريقيا كان ما يتحركش هو خلف الخط ما يتحركش هو شو هذا شفت الحوارات في تونس كيف كثيرة طلبة شوف الحوارات كيف كثير تميش واحد يتكلم على بديل حقيقي على تعليم يلتمس خلف منظمة من القضية تميش واحد يتكلم على بديل يرتقي في يدات تميش هون اسألكم سؤال واحد انا بديت الحرف الواحد مش معناه ليسونس ماجستير دكتوراه لا بروفيسيون ديريكت دي ليسونس ماجستير مش معناه لك لماذا انك تقدر فيه تقرأ وتمشي تقرأ بكثير هذا الكل ما تكلمناش عليه الزينة بالهم والهم والتشغيل شوف الطلبة في كيف ترتب متأكد انه كل النقاشات اللي قاعدة تصير فهذا النقاش الاول مش اذا مسلم يشاركوا ويحكوا واحد القدر فوق الكلاوي النقاش الثاني واحد يحكي عن الكلوب والسكيروز وداخل يحكي على برومو صحب فكروني عشان هيك انا ما عادش عندي برشا في الكلية ولكن يخلي الجيب من ورايا
ولازم نخلي السياسة تكون درجة صار اللي كانت تنفذ عليه تتحاسب بالبوليس تخلي حد عم توصل الشغل. الفاكهة بالذات اللي كانت مستنية كوبة الجامعة التونسية في 2003 تضمن شركة مسكين خرج من الطلبة. القضايا التنويرية الحقيقية خرجت من الطلبة. جامعة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية. جامعة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية. والله حتى الشعار اللي رفعوه ونقولون جامعة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية مش يشتركوا به. جامعة شعبية انه كل الطلبة تتمتع بدراسة حقيقية، انه كل الطلبة وانت تسكين وانت تغني ما يرسلش بالفلوس. وهذا هو مفهوم الشعار اللي نرفعوا فيه. وقت نقولوا تعليم ديمقراطي مش التعليم بتاع السيل فكتير، التعليم بتاع مادة ديكوبيريت البروفيسور. وقت نقولوا ثقافة وطنية يعني اللي يؤسس الثقافة حديثة، ثقافة مستمرة، ثقافة مش بتاع حركة النهضة. واجه منهجها لحظة رفيق. وقت المكتبة اتحاد عم توصل الشغل في سياسة البر الكفر نفس الشيء اللي تعرفنا احنا في الجامعة. اتحاد طلبة تونس لأنها تجولات هنتكلم ولا كذا الطلبة المناسبة اللقيطة تحرك الناس تخرج برا في القاوي وتبدا تكفر في المنازلين. وقت اللي هنا بدت حتى بديل حقيقي. الشيخ الصاريم وش يقولون له وجد النص اللي عمل النقابة على السياسة ولا أقرأ مكتبة تحت السوق ثم تعمل نقد يا أخي تمثل النقابة على السياسة. يعني كيف تقول لي يا سيد خدمني مش نعرف في السياسة، مش تقول له انا نديها سياسة شكون اللي باش يبدلها انا بدلها. ما السلطة الحاكمة هي اللي تبدل. ولذلك اختصر في مقولة وديما يعايدها ويكررها للرفيق الشهيد سلطان حسين لما تصلي على قدر الزمان طلبة رقصت على جثث الاسود الكلاب ولا تحسبن برقصها تعلى على أسيادها. تبقى الأسود وسود والكلاب كلاب. عاش الاتحاد العام لطلبة تونس. عاش الاتحاد العام لطلبة تونس. عاشت كل وزارات الطلبة. واجب حق النجاح باسم العامل والفلاح. واجب حق النجاح باسم العامل والفلاح. باسم الاتحاد العام لطلبة تونس. رجل عم في بيتهم مش اللي بكار غريب ولا هو واللي هو اصل الاصل لما بكار مو غريبة فهوش بكار غريب طلع يهدي وهوش مش يخلينا نروح وما هوش مش يخلينا نكملوا. يخرج لازم يخرج 3 5 6 7 هذه كلهم ماهمش يتسمع. رأي لكن بالنسبة لي المفاوضة تصير مرة نحن صورنا لها أكثر من 10,000 مرة. تو يلزم التصعيد هذا السنة ما نحكيش برشا ليش اجتماعات البيت تمام ماخذين منه هات النتيجة. تو يلزمنا كلنا باش نكونوا في كل واحد ونبعثوا في سياسة الروح وتثبتوا البيروت لازم نلعبوا الإدارة وتكشفوا البيروت. هذا الكل باش ناخذوا حقوقنا. وانت اللي مغاد وانت اللي مغاد السبيك داخل شخص غلطات ولا عجل باش تسمعوا وتشوفوا وما تعملوا شيء. بعد كي تجي تطالبوا بحقك بعد كي تجي تطالبوا بحقك لا تقول باش تمشي. فما العدوى 4 و5 سنين للناس يطلعوا عبروا العباسة بس بالعميد ما يعرفوش. السيرفيس السولاريتي ما يعرفهاش. وقتاش نعرفوا اللي عندنا حقوق يلزمنا نوصلوا ليها.
شكرا للزملاء المتشكلين. أريد أن أعطي كلمة واحدة فأقول كل الآيات من النعشة لم تصنع التاريخ. نعم الآيات من النعشة لم تصنع التاريخ، ولذلك الزملاء حسب ما أراه بأن جر السلفة مترددون على الإضراب العام. لا نحن اليوم التسليم بالإضراب العام لما يبقى يا زملاء عليك اليوم القرارات هذه اليوم تعرفوش عليك ولا لا؟ القرارات هذه يحبوا عبدوك من الثمانيات، مش عارف حد يعني الإضراب، مش عارف حد يعتصم. هذه سياسة قمعية كنا نتبعها ولا ما تنشوش. لكن اليوم أقول جميع 3 سنين بجندوبة ارفع راسك بأن زمن الذل قد ولى. ما أنسى اليوم قرارات التيم الإدارة والطلب تكون سمعا وابداعا. لا اليوم السلفة هي اللي بيبدأ القرار، هي السياسة وإدارة الكلية وعلى رأس مربكار قريب يبقى العمر نفسه في الكلية ولا نحن؟ هو السؤال مفتوح. الطالب يا زميلي يا زميلي الثالثة، الطالب هو محور عملية التربوية. لو كان مجاش يقرأ طلبة نتائج جواب ونتائج خدامة ونتائج إداريين. حاضر نركز على نقطة بتاع الإداريين، يمكن الإدارة تخدم ولا ما يخدم في الكلية. تعرفوش عليه كتابنا طالب في تونس ما عندوش كارت دكتور. أنا المشكلة وين؟ اليوم نحن مسؤولين هوية أفضل حياة طلبة في جندوبية. نحن مسؤولين هوية في حبس البوليس في الشارع أقول له ما عنديش كارت دكتور. السنة الفرق بين طالب في الكلية وإنسان في الشارع مع احترامي للناس أو التناقض. يا أخي الكارت الدكتور بين الجهة الكلية هذه حالتها مجالة تسوى السوء على سوء. أول عام يصير الكلية فيها كانت الناس تاخذ في كارت الدكتور وكارت فيه وتاك نفصل عوارضة ولا أنا ناخذ في كارت الدكتور برك. اليوم ناس تخلف في بطاقة تعريف في المكتب شخص كثير ياخذ لنا واحد يدعي الله العظيم يقول لي اللي بيتاكد عليه بتاعي ما يقاس فيها خير في القانون. اي انسان نجم يعمل اي حاجه. المثال حاجتين يا سلف اكتب بالتالي الطالب هذيك اللي سنتها واقع ما عشتش بها. صاروا يشوفوا في تونس في كارت الدكتور كيفاش صاروا للتنفيذ بركب السكول اللي يتحقق في توسع. شوفوا لي كارت الدكتور كيفاش بطاقة تعريف على حالة يا ابو قلب. اما نحن في الشرطة اتعدى في جابك مش شهر نوم تتقدم. هاي المطالب نحن ما ناش نحكي بلطة في عمرات نحكي على سوسة ولا على الساقط ولا على تونس. نحن نقول على سوسة ولا على تونس ولا على الساقط نقول على تونس ولكن حب المساواة. السبب وين؟ السبب وين يا سمعانك موضوعنا؟ السبب في المجلس الكلية اللي هي تعاني اللي هي تعاني اليوم ومعاناتها ترجع على الطالب. هو هنا يستحضر المقولة لعبين فرقيقة مع اختلاف ليه
يقول ان الاداره مريضه وشرب الماء لا يكفي الحمى. اداره تندوبه الكليه مريضه. اتذكر ليش النتائج بتاع الطلبه نتائج عيش مرضيه على المستوى الوطني. الشهاده بتاع كليه تندوبه مشكوك فيها بالمقابل على اشياء جامعيه اخرى كيف كانت السقف الصوصه كده كنت نقول ما نسمعش بس في الجهويات او الاختلافين الزملاء. اليوم في كل لك أقول واعي سيدا ما هو أو سيدا أقول بكل لك. اليوم نحب نفس تحرري نحب نفس ثوري من طلبة كلية تندوبة للدفاع عن مطالبهم والإضراب العام لو مش سلوك منحرف. الإضراب العام لو طرق من وسائل ننتفعوا بها الحقوق بتاعنا. لذا نحب الناس كلها تتمسك بالإضراب العام. وكما قلت في بداية كلامي ان العملية دي مقصودة القرارات دي مقصودة في الوقت هذا بالذات على اساس ان بتنصر على الطلبة. كان بالامكان ان تكون الفترة فيها هي فترة انتهت الامتحانات، لكن مع القرارات فيها ما نسمع هذه الامتحانات ونحب نطالبوا مطالبنا هديهم يستشفوا بها. ولذا التمسوا منكم يا زملاء وبكل لك التمسك بالحقوق بتاعتكم. الحقوق هذه راي نعيش فيها، راي كيف نقولوا واجب حق النجاح يبني العامل والفلاح راي مش فيها. يا زملاء علينا ان نكون على قدر المسؤولية او سيذكرنا التاريخ. يا اخي الرجال وكانت فيها صور الكلية. يا اخي الرجال كلية تندوبة الشمس. انا اقول من فوق هذا المنبر بس بالتالي ما الفرق بينك وبين من يتكئ على جدران الشوارع؟ لما مسؤولية اليوم لما مسؤولية كبيرة لما مطالب بتفتش فيها عليك ان تخاطر هذا المكان لان هذه الكلية بنيت منبرا من علم وبستانا من الناس. لم تبنى هذه الكلية لتكون مرجع للناس اللي جاية تقعد في البيت، للناس اللي جاية تتكلم. نحن في الاتحاد العام لطلبة تونس متمسكون بمطالبنا بحقنا، ولذلك نقول بأن الإضراب العام لا مفر منه ومتمسكون بالإضراب العام إلى آخر اليوم لنا في هذه الكلية. وشكرا لكم على صبركم، ولكن لمسة واحدة أريد أن أقولها: عليكم أن تكونوا بحجم هذه المسؤولية. وشكرا. هيا عبد الله عيسى. ما يقدر تسكين ما يبغى يحكي الشاور فيه.
سمتهم ليش؟ نضرب فيهم بتسيقوا لو انت جيت عندك فوق كذا اعمل كاتبين اعمل فوق جمع وين من العالم حكم الخسيسية تحية رفاقية نزالية لأجمل أول طلابية بطوب السنة وتنسية يا الزملاء اقتربوا لقد توقيت الخطر يا الزملاء اقتربوا اليوم مطلب واحد اليوم مطلب مشروع واللي هو القرار المسقط والعميد كلها بالتواصل مع وزارة التعليم العالي ما تولي من يليه نظام المسقط من نظام النسائي أدوار البريانية أخير يا رفاق وأشدوا على أيديكم هبوا هبوا كرسما واحد واليوم يا الزملاء اقتربوا اقتربوا يا الزملاء خلينا نفهم الوضعية والمشاكل في جامعتنا في كلية الحقوق في جنوبة اليوم نقولوا ان في السفر اللي داره خمسة قرار ما يحتمل مصلحة الثالث ما يحتمل مصلحة الثالث واحنا اليوم كطلبة نقولوا ان القرار هذا ما يحتمل ونرسم خذوا العارض فيها كل قرينين القرب الشام المقام في نفس الخبور كنا ميلانا وتكرار منهم محمد في لفظة أنا المسقط وين محمد كان الزمان يستبدل اهلا والتكرر يا نقول انك تستحق اكثر مما يقدم لك يا طالب انك تستحق اكثر مما يقدم لك اليوم واحنا كطلبة نقولوا انه نصرف العام واسف تزل هيمنة مثالة علينا في اسقاطها للقرارات لا تحتمل مصالحنا واقول الكلمة للرفيق المتدخل. أعزائي الطلبة قمتم ذخرا للنضال حماية حقوقكم
سلبت الحقوق، سلبت الاقتصاد، سلبت الإعلامية. السلبة اللي هالكلية هذه والعميد متاعها يعمل فتها لأول مرة في بكاية غريب بغرابة قراراته يسجل رقم قياسي انه عميد يعمل ضد مصلحة الطالب. الطلبة يجب الاسلام مش يكون عنا النسبة الكبرى مش ندخل التاريخ بالباب الكبير بنسبة المدوبلي وبنسبة اللي عارضه. هذا الكل من اجلها منظومة سليمة. هذه الطلبة هنا الاضراب العام اللي مش نشنوه ان شاء الله غدوة مش يكون سلمي جماهيري واسع، مش يعمل عليكم انتم في دفاعكم عن حقكم المشروع والمشروع انه انتم مش تستطيعوا لاي محاولة من محاولات افشال هذا الاضراب سواء من الطلبة او من الاساتذة، لانه في وقتكم انتم اساس واحد لانجاح هذا الاضراب هو انجاح في حقكم النجاح. هذه وإنما همها أنها تشل منظومة النجاح، منظومة العمل لدى الطالب. إدارة تدير قوانين الغاية منها إفشال الطلب، قرارات تعسفية، قرارات تعود بالضرر على الطلبة، الغاية منها هو التشفي للطلبة من قراراتهم من نضالاتهم السلمية والمشروعة. لذا يا طلبة أن وقوفكم صف واحد من هذه اللحظة ومن هناك ضد قرارات الإدارة وضد قرارات سيد العميد، ضد قرابة هذه القرارات منظومة سليمة، منظومة أمن هو وقوف بمصلحتكم انتم. نرجع احنا في التاريخ 2007 و2008 وقت الإجيال الاتحاد العام لطلبة تونس وفرد منظومة إمس. وقت اللي فرد منظومة أمس أغلب الطلبة قال لك أنا ما يهمنيش، لكنها نحن اليوم نعاني. منظومة أمس التي أتت بالوباء وهم اليوم وسلموها في منظومة سليمة. ثم ماذا بعد عملتوا بعد سليمة؟ تشكون طلبة عقيمة، شهادة عقيمة، لا فائدة منها. فالطلبة ضربة 4 و5 2 في سنة أولى يرجع في الوحدات ويرجع في المكيالات. إذا يا طلبة هذه هي فرصتكم إلى الآن. الإضراب مفتوح وحين الكلمة. بس من الجامعة الشعبية، بس من التعليم الديمقراطي، بس من الاتحاد العام لطلبة تونس. اليوم الطلبة في شنطوبة يخوضوا معركة عنوانها وشعارها نبقى في براسات الاتحاد العام لطلبة تونس يتبنى مسألتهم ويوصل القرارات التعسفية والمعاملات الكلية التقليدية الرئيس يحول جماعة شنطوبة إلى مصدر تجارب يقوم فيه السيد بكار غريب في تجارب العبثية اللي لا تعبه والقرارات هذه مش ممكن بالمرة اي طالب ينجح. يعني اللي جاي في الدفتر واللي جاي من البوسيك واللي يدوس يسلم بالمرمى واللي يربط الكيس الخمسة متاع السلاح باش يحكم في الفلاحة راكب الدوبل راكب السرسب راكب التعاوش الآن ليست مفاعلة في بقية الأشياء الجمعية ليش موجودة في تونس. وهذه صوت للقيادة العسكرية بكار غريب ما يتخلوش يتخلوش من كل شيء
90% من كل جندوبة سيكون مالا من الرسول. تمردوا وتسارعوا على الجندوبة. اليوم نحن مطالبون بإسقاط هذه الثورة التعسفية من العملية الإسرائيلية، ونحن من منطلق الشعار المركزي لحركة كيف المجيدة، الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من الحركة الشعبية. نتبنى كل تحالف مصدر، ونقول أن في وقت الشتاء، في وقت المعارك، وفي وقت الميزانات، الاتحاد العام لتونس هو أداتهم الوحيدة الشرعية، هو المنظمة التاريخية اللي تمتلك الشرعية القانونية. رسالة مضمونة الوصول إلى الخونة والعملاء، إلى المنظمة الهزيمة والرخيصة المسمات زورا وبهتانا بالاتحاد العام اللي تحيط بالتساؤل من الاتحاد العام لطرف تونس. فهو الاتحاد العام لطرف تونس وقفة الأسد، وقفة الرجل الواحد. الاتحاد العام لطرف تونس اللي أعطانا الشهداء، منظمة الشهداء نبيل بركاتي، الفاضل الزكي، والرفيق راتب شيخ إبراهيم. الاتحاد العام لطرف تونس وقت المعارك هو الوحيد اللي يدافع عن الثالث، هو الوحيد اللي يتبنى والتحرك مصرفي قسم الجامعة الشعبية والتعليم الديمقراطي. ننتقل ونعلن أسبوع الغضب في صوب الجامعة التونسية. في ساحة المعارك، في ساحة المعارك لا يبقى إلا جنة الاتحاد العام بالقتال. الاتحاد العام هو ياخذ الشرف، وهو الذي يدافع على حامل الجامعة التونسية، هو اللي يدافع على ابن العامل وابن الفلاح. الاتحاد العام لطرف تونس قسم الجامعة الشعبية، قسم التعليم الديمقراطي، قسم الثقافة الوطنية. نعلن أسبوع الغضب في صوب الجامعة التونسية. لكن موعدنا مع الإجراء العام وحي الكلمة الوطنية. مع الشعبية تعليم ديمقراطي، واتجه لجميع الأحوال. اهبط بالجبهة العالي، اهبط بالسوق لا يتكال. عندك لا الصف جديدة والمهنة يما بطال. يما الكل منين يعرس، منين نعرس يا يما، وانا في القهوة مسال. ثم لا يكمل الكلمة. وللمرة الألف أريد أن أقول لكم بأن مصنوع السلمة هي نقص الخطر على الجامعة التونسية اليوم. عاجب بشر هي القرارات هذه تتحسب مدير، يعني عندك تروى مسير، تسيح مسير، تعاود تروى مسير. هذا بالنسبة للرابط الإيجاز. بالنسبة للرابط الإيجاز التطبيقية عندك الحق تنجح 3 سنين ليه ما تاخذش الإجازة، يزيدوك عام رابع تعاود فيها من الكريدير تاعك. يعني لازم يكون اللي يحبوا يدخلوه للجامعة التونسية اليوم، واللي رفضته معظم الجامعات التونسية قرار على طلب الجندوبة. مشان يكون هذا القرار
بسبهم وبشقاوتهم. اليوم يا زملاء الطلبة أعيد للمرة الألف أكتب وفيت على هذه المنظومة ولا على إلغاء هذه المنظومة ولا لا؟ اليوم ليش شوي عشان بنحبش نستولوا في الخطابات نحبوا رب السنة الطلبة انتم معانا الاضراب العام ولا لا؟ ما سمعتش اضربنا اليوم يا زميلتي يا زميلي انت تضرب بالجبهة الجنسية تخرج قانون تخرج لسان ولكنك تسجل والقانون وتسجل الاقتصاد النهار اخر وقت اللي تبدا تكت على حقك كيفاش تحب تولي محامي وكيفاش تحب الشعب هذا تستيقظوا. إذا مليون ما تدفعش على حقك، إذا مليون ما تقبلش مع بعسكر، فتأكدوا فأننا إلى مسألة الشريك. وقبل أن أحيل الكلمة أريد أن أقول تسرعوا على الحل قبل أن تتحولوا إلى تكوينات باردة في مزبلة التاريخ. وأحيل الكلمة إلى ربي. تعالوا كل فيها الرسالة عنده الحق في التعليم، عنده الحق في يقرأ، وما عنده الحق في يخالف في الدينة. تعالوا إلى نقابة الاتحاد العربي كلمة السنة، النقابة الشرعية اللي تقع في الدولة. يسألك أن يسمعوا اسمعوني اسمعوني يا أخي تدرسوا فريق حتى ما يمكن تتذكر يطلبوا الحقوق لأني ما عندكم الحقوق. اتكلموا سيادوا محكم واكبر استاذ حاكم 15 يوم حاكم لا تتفاعلوا معاه يا اليوم يا دعاء حركة الناس دعاء حسوا حاكم يعني يكونوا رأسوا خلاصة دعاء صلاة العربية دعاء ينسوا بناس يجاتوا في الدنيا وصير تعلم الناس قالوا رأسوا خلاصة قالوا وزاري سيدتي وزاري الناس ورهبتوا شوفوا السليمة لازم تأكل الناس قول لك رجال طبعا الشربوا سليمة أخذت المدير كفايات الأساليم تعبين مكة مدير كفايات محضوانة اللي تنعرف في السياسة حيث سؤال واحد السؤال اللي كان من دوار الخدمات مش اسكت النقطة دي وقالوا الولاء ليش؟ شاف المدرسة هذه بناس النهضة ليش ما نشرب الطريق والمديرة سليمة الشيء اللئيمة هي القاعدة تمارس في السياسة. الحزب حاكم اليوم الحزب يضرب عاوز يمشي دم جديد ليش السياسة سليمة كارثة ردوه الخبير كلية تونس اللي طلبت كلية توفى اودي انا تفضوني دارني ماشي رجاء بشير اشكرا بسيطة عليكم خلصنا تاريخة خلص ساعة اللي يدبر فينا يدبر واللي يتحاكم يتحاكم واللي يخلص خلص من عمال ما حخلص. اليوم يكتبوا كلمة واحدة
وتدافعوا عن حقوقكم وحقكم. يا برو بطلوا القرايه. اقول لك بحاجه، انا اعطيكم حاجه. عارف يساعد شهاد وترسيم الكليه، خليكم تقرروا معاش خليل. اخي انت مش عارف بالانجليزيه واش عم بيه. انا الضربه عندكم. عايزكم تفهموا. انا نتضامن معاكم. انا ندافع عليكم. انتوا ما تقدروش تدافعوا عليكم. وشكرا. يا مع السلامه. الله التلفون. خلاص بعدنا من عبد الله. أنا بس خططت. فيديو أصلا مش نبدأ شوية. بس يا مامي. مش نبدأ. إنه البشر عنده غريزة. عم فيديو إيش فريق؟ إنه بيته قبل كل شيء. لو أنا مستقبلكم. وقت يربطوا قرار. زي الشارع. الطلبة بالذات. وقت عميد الكلية. يقسم ممثل الطلبة. ما شاورناش في القرار ذا. ويستطيع انه يقول يا المجلس العلمي الطلبة ما عندهم ما يعملوا. يا طلبة راهوا من العار. انه ندخل تسمية على حقوقنا. لأن نحن نعرفوا انه قبل 14 شهر حتى لو كنا خايفين، ولكن انا رافضين انه اليوم حتى هذه كل الحريات قادرين ان نتكلموا يا طلبة. يا طلبة راهوا عار. وقت تدخلون الكلية وتبدا اسمها كلية العلوم القانونية انه باش تخرج محامين وباش تخرج دكاترة باش تخرج اساتذة وجملة الطلبة اللي يعرفوا ايش معناها نبدي. يا الطلبة راهوا عار. وقت الاستاذ يجرب على الشهرية، وقت الاستاذ تجرب على ضميرهم، وانتم على حقوقكم المادية والمعنوية تعرفوا. يا طالب راهوا عار. وقت تضحكوا بعد يضحكوا عليك. يا طالب راهوا عار. وقت تضحكوا بعد يضحكوا عليك. تعرف شنو يقولوا ولا تردون ولا لا؟ يقولوا الشهادة بتاعهم ايش معترف بيها. تعرف شنو يقولوا ولا تردون ولا لا؟ يقولوا ولاد جدوبة، ولاد اللي يسخر منهم. تعرف شو يقولوا على كلية ولا لا؟ يقولوا كلية عمي رضوان. انت عكس الشيء ده. الكلية هذه ليش كلية الدزمتون الفتيات، كلية الروضة، كلية النوم، كلية المباراة، كلية العفو عليكم نتعدى. يا ترى كيف هناك عدة قضايا حقيقية ما تكلمش عليها. والله اخجل عندما يكلمني رفيق مسوسة وانا من تونس ويقول لي كليتنا عاملة جرام شميران وقت تعدوا على منافسة اتحاد عالي طلبة تونس. شاف فيك الكلام نتنصف ونتحرك اللحظة بالذات ونقول على مسؤوليتي الناس هذه ما خفت ولا شيء. وقت هم تعدوا على منافسة اتحاد عالي طلبة تونس ولاد الكلية كلها مرسة وكلها تصرف في التراث كلها موجود وحتى واحد ما ضرب قضايا المادية المعنوية. يا طالب اتكلم فيك بس الدنيا هتمت في البيت. يا طالب اتكلم فيك بس الدواء ضمك اللي نشرت في البيت. راهو عار مرة أخرى التاريخ يكرر نفسه. اللي الطلبة يجدوا بالشكل
ايه يا ترى كان يتفحص ايه يا ترى كان يتفحص ايه يا ترى كان يمرنجف انت مش بعاقب كلمة كان وحكم فكرتم كان وقت مستبارات يا معشابين تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية جامعة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية وطلب غير شرف الشعار جامعة شعبية يعني ديمقراطي ثقافة وطنية بالله ما تصروش شعار هذا روح صرف وشعار ولا نتحركوا على الشوارع زي حركنا مصطلح نفسه وباب حقيقي ولا تحركنا العاصمة لأن العاصمة صورنا بها شيء ونعرف انه في صمت عدينا للك 14 يصدقنا لها ثورة بمصطلح عاطفي وكل من عليها نفس بمصطلح عاطفي اما الوعي الحقيقي ما كملش جامعة شعبية معناها ان الجامعة تعمل الكل ان الجامعة دعوة الفلاح والتسويري والعمل اليومي في الجامعة تدخل الخالق يا سكريش تعليم ديمقراطي يعني انه يكون تعليم عصري تعليم يمارس التعرف العربية تعليم ينشف سيادة كثيرة حقيقية تعليم تكون من خلال الخير والخير وتكون الثقافة وطنية تعلموا من خلاله حفل الجنب بس التكبير والتكبير والتمر تعلموا من خلاله كيفاش نضحوا من اجل هذه البلاد اللي يخصصون الكثير والكثير والكثير يا ترى يبطلوا جميع الرفاق اليوم وصلنا مصر واحد انه زوج المنظومة السليمة زوج هذه المنظومة اللي اشتغلت عليك بين الطرفات فعملوا عليك والطرف انا عارف عليك مش بيع عشرين ولا 200 كرب عليك ليش بيع 20 ولا 200 ولا 300 فعملوا عليك انه تكون وتكون ولو الضرب عابر انا ما تبيكوش مش يقولوا اضرب عابر ونحن نغلب يقولوا ولو ضربونا السليمة ليش بتلاقي مصاعب كثيرة مش بتصير مظاهر على نفسه اني رافض هذه المنظومة وقبل ان اخطر اقول ومن لم يرد بهذا الجبال يعش رابط الشهر بين الخطر واوحل الكلمة جامعة شعبية بالله انا تو صارت لي حادثة غريبة شوية كنت نحكي مع الطلبة في البيبليوتيك انا نحكي على منظومة سليمة يا اخي منظومة سليمة بشر منظومة سليمة حزب جاوبوني منظومة سليمة حزب منظومة سليمة حزب لا منظومة سليمة حزب عودي لا الشيشين كله ولا تحدث في مصحة حزبين اول شي برا راهي المنظومة السليمة بالسيف ما هوش وزير وما هوش عميد وما هوش السيف اخي وقت الدنيا تلاقي تحدث في مصحة حزبين انكون كنت هو اللي تحدث في مصحة حزبين وقت اللي صرت عين النفاذ اتباع لمطالب الدرس والتأثير والشعارات الرمالة أنا مشتاكي موجه وموجه بالتصديق والتفصيل راس في عينه
متواجدين في داخل الكلية وفي داخل الجامعة التونسية الحق بالغورة. أولاد يا أخي التوبة ما تعرفوا النزال كان على راقص على الباب على الحيول. أولاد راني نحن عليك